مع بداية الصيف الجو بدأ يولع والطلب على الكهرباء هيبقى تاريخي، والمكيفات هتشتغل والمصانع هتدور، والخوف كله من جداول تخفيف الأحمال. بس اللي يلفت النظر إن لحد دلوقتي مفيش ولا إعلان عن جداول تخفيف ولا تحذيرات رسمية من انقطاع ولا شكاوى عامة من نقص الغاز. وده مش معناه إننا في المدينة الفاضلة، لا، بس معناه إن الحكومة وخصوصا وزارة البترول لعبت الدور الصح في التوقيت الصح، خاصة في تظبيط إمدادات الغاز والمازوت للمصانع ومحطات الكهرباء. خاصة إن أزمة الغاز مش وليدة اللحظة دي، من أول 2024 وقت ما الإنتاج بدأ يهبط والصادرات وقفت وإمدادات إسرائيل بقت متقطعة، وفي نفس الوقت الطلب جوه البلد بيزيد، خصوصا من محطات الكهرباء اللي بتستهلك لوحدها 58% من الغاز. علشان كده لما الصيف قرب الحكومة ما استنتش يحصل انفجار، لا، اشتغلت على خطة من 5 ضربات مدروسة، كل ضربة منهم كانت بتعالج نقطة ضعف قبل ما تتحول لكارثة. الضربة الأولى رفع الإنتاج من حقول الغاز تحت أي ظرف. أكبر تحدي هو إننا ننتج كفاية من غير ما نستورد غاز بسعر السوق الفوري اللي بيولع. علشان كده الوزارة ضغطت على الشركات الأجنبية علشان تسرع الحفر في أهم الحقول. في حقل ظهر تم تشغيل بئر ظهر 6 في يونيو، وضخ حوالي 50 مليون قدم مكعب يوميا، وده كان أول دعم مباشر للشبكة في عز دخول الصيف. في الوقت نفسه شركة BP بدأت تحفر بئرين جداد في حقل ريفن، والمستهدف يوصل الإنتاج هناك ل 900 مليون قدم مكعب يوميا قبل نهاية السنة. الحكومة كمان كشفت عن نيتها توصل بإجمالي الإنتاج ل 5 مليار قدم مكعب يوميا في 2026 مقابل 4.4 مليار حاليا. الضربة الثانية دفع مستحقات الشركات علشان العجلة تلف. واحدة من العقبات الكبيرة كانت فلوس الشركات الأجنبية، كان علينا حوالي 1.6 مليار دولار، وده خلى شركات كبيرة زي شيل وإني تبطئ الشغل. لكن الحكومة قررت تمشي بسرعة، دفعت 20% من المستحقات بداية من مارس 2024، والباقي داخل على جدول سداد منتظم. والنتيجة المستثمرين رجعوا يشتغلوا وقدموا في مزايدات جديدة طرحتها هيئة البترول على 13 منطقة في البحر المتوسط وخليج السويس، بإجمالي استثمارات متوقعة 1.5 مليار دولار. الضربة الثالثة توسيع البنية التحتية للتغويز. الوزارة وسعت قدرات استقبال الغاز المستورد علشان أي شحنة تدخل تتحول لطاقة في أسرع وقت. حاليا في سفينتين تغويز شغالين في السخنة واسكندرية، وفي سفينتين جداد هيبدأوا الخدمة قبل نهاية السنة، وده هيرفع قدرة مصر على التعامل مع الاستيراد في وقت الذروة من غير ما يحصل اختناق. وده مهم جدا لأننا في مايو بس استوردنا 491 ألف طن غاز مسال، والتكلفة وصلت ل 1.18 مليار دولار في نص سنة. الضربة الرابعة إعادة توزيع الغاز وترشيد الاستهلاك. الحكومة وجهت الأولوية لمحطات الكهرباء، وده حصل على حساب بعض الصناعات زي الأسمدة اللي انخفضت فيها الإمدادات بنسبة 30% مؤقتا، بس ده حصل بإدارة هادئة ومن غير صدمة في السوق. في نفس الوقت بدأت حملات لترشيد الاستهلاك خصوصا في الأجهزة الحكومية والتكييفات، وده وفر من استهلاك الغاز بشكل ملحوظ. الضربة الخامسة توقيع عقود توريد طويلة الأجل بدل السوق الفوري. الحكومة قررت ما تبقاش تحت رحمة السوق العالمي، وبدأت تتجه لتوقيع تعاقدات طويلة الأجل بأسعار ثابتة تضمن لنا استقرار في التوريد من غير ما الدولار يطير. ده بالتوازي مع خطط تسريع الطاقة المتجددة علشان تدخل في الشبكة وتخف الضغط على الغاز. كل ده خلانا انه رغم توقف جزئي في بعض مصانع الأسمدة ورغم زيادة الاستيراد، لكن مصر دخلت صيف 2025 وهي واقفة على رجليها، الكهرباء شغالة، الصناعات الحيوية مستمرة، ومفيش تخفيف أحمال جاي، والسر 5 ضربات مدروسة سبقت الأزمة وسحلتها قبل ما تسحلنا.